of integrity. اقتربوا يا أبنائي، سأقص عليكم خبر رجل لم تكن الدنيا في قلبه بل في يده. إنه عبد الرحمن بن عوف الذي قدم المدينة مهاجرا لا يملك درهما ولا دينارا. حين عرض عليه أخوه من الأنصار نصف ماله وبيته لم يرتكن إلى الراحة، بل قال بعزة المؤمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. هكذا بدأ، بقلب يملأه التوكل ويد تحب العمل. لم يكن تاجرا عاديا يا أحفادي، بل كان دستورا يمشي على الأرض في الصدق. كان يبيع القليل ويربح القليل، لكن البركة كانت تحف خطأه. يقول عن سري: ما كتمت عيبا قط ولا غششت في بيع. انظروا إليه في وسط السوق، كيف يصافح التجار بصدق، وكيف يأتمنه الناس على أموالهم قبل بضائعهم. لقد كان يرى أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. وفي يوم من الأيام اهتزت المدينة بضجيج عظيم، وظن الناس أنه جيش يغزوهم، لكنها كانت قافلة عبد الرحمن، 700 ناقة محملة بالبر والدقيق والزيت. هل احتكر الطعام ليغلي سعره؟ كلا والله، بل وقف ينادي في الناس أن هذه القافلة كلها لله، وزعها على الفقراء والأرامل والمحتاجين. كان يتاجر مع الله، وتلك هي التجارة التي لا تبور أبدا. عاش غنيا بماله زاهدا بقلبه، كان يخشى أن تسبقه ثروته إلى الآخرة، فكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. يا بني، اجعل المال خادما لك ولا تكن له عبدا، وسر على خطى هذا الرجل العظيم الذي اشترى بماله رضا ربه وجنات الخلود. هذه حكاية الرجل الذي قيل عنه إنه لو رفع حجرا لوجد تحته ذهبا، والسر كله في التقوى والصدق. متابعة واشترك في القناة ليصلك كل جديد.